لما تتعمق في عالم الشموع اليابانية هتكتشف ان السوق ما بينعكس مرة واحدة او ما بيغيرش الاتجاه بشكل مفاجئ، بل بيديك اشارات بسيطة جدا ممكن توحي ببداية الانعكاس. ممكن كمان يكون انعكاس قوي جدا، ومن ضمن النماذج اللي ممكن تبين لك حدوث الانعكاسات القوية هو نموذج الهرمي. ومعنى كلمة الهرمي في اللغة اليابانية معناها كلمة الحامل او الحمل. ونموذج الهرمي بيتكون من شمعتين، شمعة أولى كبيرة وهي بتمثل الأم، وشمعة تانية صغيرة هي بتمثل البيبي. أول شمعة لو احنا في نموذج صعودي بتكون هي الشمعة الأم، وبتكون لو في اتجاه هابط بتكون هي الشمعة الصعودية. يليها شمعة هبوطية صغيرة تعتبر هي بالكامل جزء من الشمعة الكبيرة أو من الأم، والعكس صحيح، لو في اتجاه هابط بتبتدي بشمعة هبوطية يليها شمعة داخل الشمعة الهبوطية دي تعتبر شمعة صعودية. ولو لاحظنا إن الشمعة دايما التانية بتكون داخل نطاق الشمعة الأولى بالكامل. ادي الشمعة الأولى، ولو لاحظنا الشمعة التانية هنا برضو موجودة بالكامل داخل الشمعة الأولى، عشان كده سموها إن الشمعة التانية دي يعتبر الطفل والشمعة الأولى هي الأم. فتعالى نشوف ازاي هنتريد عليها على الشرط. لو خدنا بالنا هنا مثلا من النموذج ده نموذج بريش هارم. عندي الشمعة الأولى وهي شمعة الأم، شمعة صاعدة يليها شمعة هابطة، والشمعة الهابطة دي نطاقها بالكامل داخل الشمعة الأولى، وده يعتبر نموذج هرم. هحط الستوب لوس فوق قفلة النموذج وهاخد نفس المسافة بيها، وده يعتبر نموذج بيوحي لك الانعكاس. ولو لاحظنا هنا مثلا ده نموذج بيرش انجلفنج، وده برضو من النماذج اللي بتتكون من شمعتين. اول شمعة بتبقى شمعة صاعدة، تاني شمعة ابتلاعية هبوطية. ويعتبر نموذج الهرمي هو النموذج المعاكس للانجلفنج، لان الانجلفنج تاني شمعة بتبقى شمعة ابتلاعية للشمعة الاولى، اما في الهرمي بتبقى الشمعة التانية شمعة صغيرة جدا بالنسبة للشمعة الاولى. فدي عندي شمعة كبيرة صاعدة في اتجاه صاعد يليها شمعة يعتبر داخلية جوه الشمعة الصاعدة، ده نموذج بريش هرم. أول ما نشوف النموذج ده بتوحي بالانعكاس السوق، زي ما لاحظنا انعكس السوق بالفعل. طب تعالى نشوف البوليش هرم. في نفس الموجة بعد ما انتهت ظهر عندي شمعة هبوطية قوية يليها شمعة صعودية صغيرة بالكامل داخل نطاق الشمعة الهبوطية، ويعتبر نموذج بوليش هرم. احط الستوب لوس تحتيها، والسوق بيقول لي هنا ان انا هبتدي اغير اتجاه. وخلاصة النموذج ده ان هو مش مجرد شكل، ده رسالة نفسية من السوق بتقول لك ان الاتجاه بدأ يضعف والاستعداد للانعكاس اصبح ضرورة. وكل ما كانت الشمعة الام قوية والشمعة الصغيرة منغلقة داخليها زادت مصداقية النموذج. تحاول تنتقي النموذج بشكل احترافي. وفي نهاية الفيديو، في عالم الشموع اليابانية التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق الكبير، وهي اللي بتميز ما بين المتداول المحترف والمتداول المبتدئ. ومهما كان الاتجاه قوي تظهر الهرم النارية كوقفة صامتة تكشف بداية نهاية الزخم. اتعلم ازاي تقرا الاشارات وتقرا همسات السوق، ساعتها هتشوف السوق بعين مختلفة تماما. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك بقية الكورس.